أثار سؤال في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة لعام 2023 حالة من الجدل في فرع القراءة، يتضمن سؤال ثلث التسعة كام؟ وعلق أولياء الأمور على السؤال المثير للجدل في امتحان اللغة العربية. وقالت هبة علام ولي أمر طالب الصف الثالث الثانوي: إن السؤال واضح جدا ومباشر، حيث أن المطلوب واضح وهو عدد الساعات على مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبها علقت فاتن أحمد ولي أمر طالب الثانوية العامة قائلة: السؤال واضح وليس محير. كما ادعى البعض على السوشيال ميديا ومعنى السؤال مفهوم، وهو الناس بتقضي 9 ساعات على الإنترنت، منها ثلثها على مواقع التواصل الاجتماعي، يصبح الناتج 3 ساعات. كما أضافت ولي أمر: أعتقد الصعوبة كانت في النحو، أما البلاغة فيها شكوى محدودة من صعوبتها. كما أن الامتحان طويل ولا يكفي وقت للمراجعة. يذكر أن السؤال الذي أثار الجدل عبر السوشيال ميديا تضمن فقرة في فرع القراءة تتحدث عن عدد الساعات التي يقضيها مستخدمو الإنترنت، وأن المستخدمين في تايلاند والفلبين والبرازيل يقضون 9 ساعات يوميا على الأقل على الإنترنت. والنقطة التي أثارت الجدل تحددت بناء على ما ذكر في الفقرة بأن المستخدمين في ال3 دول يقضون ثلث هذه الساعات ال9 على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا. وقال محمد عطية مدرس أول لغة عربية خلال حديثه إلى مصراوي أن السؤال جاء كالتالي: كم ساعة من اليوم يقضيها مستخدمو الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وجاءت الاختيارات المتاحة: 6 ساعات ونصف، أو 9 ساعات، أو 3 ساعات، أو ساعتين ونصف. وأكد المعلم أن الإجابة الصحيحة لثلث الساعات ال9 التي يقضيها المستخدمون على فيسبوك من الدول ال3 سيكون 3 ساعات.